الأعيان النجسة، يذكرون الكافر ويقولون أن الغلاة ملحقون بالكفار وهم طيب، من الأعيان النجسة. سنخصص لقاءات إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع، لكن استكمالا لنفس السؤال الذي طرحه الأخ عبد الصمد، وهو يعني يؤكد حسب ما قلتم الآن، إذا نفهم أن الأئمة الاثنى عشرية ليسوا أعلى مقاما من النبوة. هل هذا هو يسأل؟ هل هذا لا ما فهمه هو سيدي بس؟ الفاضل، بالنسبة للفقهاء قلنا ليسوا معصومين وليسوا أنبياء وليسوا أئمة معصومين، لا، هذا فقيه، هذا انتهينا منه. يبقى الأئمة الاثني عشر الذي ذكر أسماء عددهم وأسماءهم رسول الله، طبعا عددهم مشترك بيننا وبينكم صلى الله وأسماءهم عليه من وسلم. عقيدتنا، تمام. بالنسبة للأئمة الاثني عشر نعتقد أنهم حازوا مقام الإمامة، حازوا مقام الإمامة الإلهية المنصوبة من الله، صحيح. لكن كلهم بلا شك أقل رتبة وشأنا وفضلا من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وسلم. يعني إذن هم حازوا مقام الإمامة لكنهم ليسوا بأنبياء. ليسوا بأنبياء. نعم، هذا هو السؤال. جميل. لأن النبوة ختمت بعد رسول الله، هذا خاتم هو هذا الأنبياء لبس والرسل. هذا لبس يصدره البعض، هذا ادعاء يصدره البعض، إنه قولكم أن الإمامة أو الأئمة معصومين، هذا معنى ذلك أنكم ترون في نبوتهم أو ترون بنبوتهم، ومعنى ذلك أنه كيف ذلك ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا كيف نجلي هذا اللبس؟ يعني تفضل. نعم، هناك في رؤية إخواننا أهل السنة تلازم بالمعنى الخاص بين النبوة والعصمة. نعم. بين الشيعة هذا التلازم غير موجود، يعني والنسبة بينهما في علم المنطق عام وخاص من وجه، بمعنى صحيح. أن كل نبي معصوم وليس كل معصوم بنبي. عرفتم كيف؟ هذا في معتقدنا. فنثبت العصمة للأئمة الاثني عشر فحسب بعد النبي بمعنى تطهيرهم من الرجس تطهيرا، لا يعني بمعنى ذلك أنهم اصطفاء. أنبياء. لا، ليسوا أنبياء. تقصد أنهم لأنهم آل لأن البيت؟ الفارق بينهم وبين النبي أن الأنبياء يتلقون الوحي ويبلغونها الشريعة الإسلامية. أئمة الاثني عشر بعد الرسول ليس لديهم شريعة جديدة، لا يأتون بدين جديد، وإنما يوضحون ويفسرون دين جدهم وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله، بل يدينون الله بدين محمد. فهم من أتباع، تقصدون بمعنى عصمتهم تطهيرهم من الرجس. تطهيرهم من الذنوب والرجس بإذن من الله، هذا وليس شريعة أخرى أو ديانة أخرى أو نبوة أخرى أبدا. وليسوا في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء الذين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا بالنسبة لمقارنتهم مع الأنبياء الآخرين غير الرسول، الرسول أفضل الخلق بلا كلام وبلا شبهة. عرفتم كيف؟ بالنسبة لمقارنة مقام من حاز الإمامة الإلهية غير الإمامة المختارة من الناس، هذا شيء آخر. الإمامة الإلهية المنصوبة من الله يقولون بأنه أعلى من باقي الأنبياء وليس من النبي محمد صلى الله عليه وآله. جميل. طبعا احنا بالنسبة للإخوة الذين يسألون عن مسألة سب الصحابة أو الطعن في أم المؤمنين عائشة، هذه مسألة يعني طرحناها قبل ذلك في بثوث أو في لقاءات سابقة،